السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة محمود وفيديو جديد من طبخات مروة محمود والطبخ بريشة. دي طريقتي في عمل الورق العنب ولف صوابع الورق العنب، طريقة سهلة وسريعة جدا. يعني في المرة الواحدة ممكن اعمل 30 صباع. سهلة خالص، واللي بيعرف يشتغل بيها طبعا بينجز وقت طويل جدا. طبعا انا يعني في فيديوهات اخرى منزلة فيها الوصفة بتاعت تحضير خلطة المحشي وعمايل المحشي وهو كمان على النار. بس هنا حبيت اوريكم بس ان انا يعني دي الطريقة الأحدث والأسرع في كل المطاعم بتشتغل بيها. والله جربنا المكنة، جربنا، لا دي أسرع حاجة وأسهل حاجة. يعني في خلال 5 دقايق ممكن ألف 30 صباع محشي بالرص، بحط الرز باللف الصوابع كمان 5 دقايق فقط 30 صباع. وتحدي كمان ممكن كمان أشد أكتر من كده حسب الوقت المتاح عندي. يعني برضو النص كيلو بيجي معايا بالكتير في حدود تلت ساعة أو 25 دقيقة رص ولفة وعمايله تمام التمام. فالطريقة دي بتنجز جدا، وبوريكم ان انا بفرد الاول رول فويل على الترابيزة. دي بتنجز معايا جدا، بتخلي الشغل على مكان نضيف وفي نفس الوقت مكان ناشف شديد شوية، بحيث ان لو في شوية صلصة او شوية مية مطرح سلق الورق العنب نزلت على الترابيزة ما تخلينيش الورقة طرية او ناعمة، لا دي بتخلي المكان كله ناشف ونضيف. وفي نفس الوقت بخلص شغلي وبلم الفويل على طول وبرميه، فما يعني ما بياخدش معايا اي مجهود. وطريقة سهلة وسريعة جدا. ومنزله لكم كمان مع الفيديو الرص بتاع الصوابع بعد ما نزل في الطاجن شكله كان عامل ازاي. طبعا ورق العنب في الطواجن حاجة تانية وليه طعم تاني خالص. الفخار ذات نفسه بيسوي الاكل بطريقة معينة وبيفضل سخن لمدة طويلة جدا وطعمه بيبقى رائع. وكمان عملت كمان في صينية او في حلة على النار من فوق. فدي طريقة ودي طريقة والاتنين تحفة، والصباع ما بيفكش، وريتهولكوا وهو على النار ما بيفكش نهائي طبعا. بدون ما احط عليه طبق من فوق او تقيلة او اي شيء، لا هنا انت بتلفيه بصي زي ما انت شايفة كده وبتبرميه جامد. فالصباع خلاص اتلف معاكي، لا يمكن هيتفك اهو زي ما احنا شايفين كده، لا يمكن هيتفك معاكي. فلو وصلنا لهنا ما تنسونيش في الدعم والشير واللايك والاشتراك في قناتي على اليوتيوب ليصلكم كل جديد. دمتم بألف خير، وما تنسوش اللايك والشير.